السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة ضعيفة جدا، سيئة جدا، تسد النفس، عاملة بالظبط زي ما بتعمل واحد مريض وبتعمل له كوسة مسلوقة، أو ما ياكلش إلا الكوسة المسلوقة وبيض مسلوق بس، ما ياكلش حاجة زي كده عشان ما يموتش. فالمباراة دي كده تخش في الأرداحي، الحاجات اللي هي بتتعمل بمية، بتطبخ بمية أو بتتعمل بمية عشان ما تتعبش المريض. نادي الزمالك بصراحة لو بالشكل ده، ولو ما حصلش الفترة اللي جاية صفقات على أعلى مستوى والتعاقد مع المدير الفني ده، يعني احنا سامعين ان في مدير فني جاي والكلام ده، يا عم الاول ادوا فلوس للعيبه وهاتوا صفقات وبعد كده فكروا في المدير الفني. المدير الفني ما بيجيبش صفقات، اللعيبه هي اللي بتجيب البطولات، اللعيبه هي اللي بتجيب البطولات. يعني انت هات الصفقات لعيبه كويسه تجيب لك بطولات، يا رب اللي يمسك حتى يكون اي حد في نادي الزمالك حتى لو لسه مبتدئ في التدريب، بس هات لعيبه كويسه عشان الجمهور هو اللي بيخلي اللعيبه تلعب مش المدربين. انت شفت باسيرو وجوميز وجروس وأوسوريو كلهم على باب الله. هو جمهور نادي الزمالك هو اللي بيحرك الحجر زي ما بيقولوا، بس انت هات صفقات وهات لعيبه، الجمهور هو اللي بيحرك اللعيبه دي في الملعب. انما بالشكل ده قابلني ان شاء الله باذن الله السنه الجايه، مش السنه الجايه، لا اخر السنه، يعني في دوري المحترفين. لو انت مشيت على فلان وعلان ونجدد ده ونجيب طارق حامد ونجيب جنش وتلم شويه اللعيبه اللي هي خلاص المعاشات اللي هي جايه تلم فلوس او تخش نادي الزمالك عشان تشتغل بعد كده، واخد بالك، وتوقعوا نادي الزمالك وتقرفوا جماهيره. فانتوا مفروض انسى بقى اللي يعدي 33 سنه، شكرا ما عدا شيكابالا، ما عدا بصراحه شيكابالا، انما الباقي شكرا. دي بروين مبطل 33 سنه يا اولاد، السيتي مشاه عنده 33 سنه. يعني انت رايح تجيب واحد عنده 39 سنه وعايز تجدد لواحد عنده 41 سنه، وهتجيب جنش عنده 63 سنه ولا مش عارف 62 سنه. ازاي بقى انت بتنزل بالاعمار ولا بتعلى بالاعمار؟ نادي الزمالك بيعلى بالاعمار، طب والله حاجه كويسه. والله انتوا هتفتحوا بقى ان شاء الله المعاشات هتبقى في نادي الزمالك، يعني عشان نبقى عارفين يعني ايه التفكير ده وايه الفكر ده وايه ادي للعيال الصغيره. هات كام لعيب من الدرجه الثانيه والثالثه والدوري المحترفين، اقسم بالله احسن من اللعيبه اللي بتلبس فانيله الزمالك دلوقتي. نادي الزمالك عايز غربله، سواء مجلس الاداره او اللعيبه او الاداريين، عايز بصراحه غربله يعني. احلى حاجه في المباراه النهارده جون هدف شيكابالا، انا فرحان له جدا، وهو الوحيد اللي انت تتمسك بيه وتسيبه وتقعد. وعلى فكره مش هيعمل لك قلق ولا يقول لك اخد 30 ولا 40 ولا 50 مليون. هو خد السنه دي خلاص، السنه الجايه هتقعد معانا بس مش هتاخد الا مكافئات وهو راضي. ما كان شغال كده في عز مجده من 5 6 سنين و8 9 سنين لما كان بيلعب ب 1000 جنيه في الموسم يعني. فعيدوا حساباتكم تاني والحقوا، خشوا، ما تجوش تيجوا على اخر لحظه وتقول لك هنجيب بقى عمر فرج ونجيب بقى مشلاك ونجيب معرفش مين ونجيب مين عشان تقول لك ادي الصفقات. ما ينفعش من دلوقتي كده، لازم ناس قاعده وتجيب لك 3 4 لعيبه على 3 4 لعيبه اللي موجودين دولت على كام ناشئ من الصغيرين دولت، الدنيا هتمشي وهتبقى زي الفل. غير كده لو لميت المعاشات يبقى قابلني بقى ان شاء الله في دوري المحترفين. جمهور الزمالك النهارده انت ليك تأثير على اداء اللعيبه وشكل اللعيبه في الملعب. لما انت بتتواجد تبقى اللعيبه حاجه تانية، انت مش موجود سلق بيض، والله كوسه معموله بالميه مسلوقه لما جمهور الزمالك ما بيحضرش. واحنا شفنا النهارده مباراه تحس كده ان هي مباراه تكريم، مباراه اعتزال. زي ما قلنا كده محمد شحاته وافضل لعيب الشوط الاولاني حسام عبد المجيد عمل مباراه كبيره ويستحق ان هو ياخد راجل مباراه، مش عشان طبعا جاب ضربه الجزاء،
عشان النهارده كام كرة خطرة كده هو اللي بيطلع وبيلعبها بالدماغ وبيطلعها. شيكابالا طبعا لما نزل ادى لمسة سحرية، لمسة فنية، حاجة بصراحة بنفتقدها يعني. مبروك لنادي الزمالك الفوز، ولكن الزمالك في خطر لو ما فيش صفقات وتجديد. على فكرة أيمن الرمادي جددوا له سنة أحسن من المدربين اللي أنت هتروح تقوع وتدفع فيها دم قلبك ويبقى فيها سمسرة، واخد بالك، وتجيب مدرب على قده وبعد كده يمشي يرفع عليك قضية. لا، خلي الكابتن أيمن هيظبط لك الفرقة. يعني إلى حد ما النهارده شكل الفرقة واقفة صح. في خطورة من فرقة بتروجيت وراحوا بكذا كورة كده، بس احسن من الماتشات اللي هو كان بيلعب فيها الراجل اللي اسمه بيسيرو ده ب3 مساكين ويخش فيك جونين و3. يعني انت بتلعب اصلا مدافع، وكان النهارده بتلعب متوازن، شكل كويس، في شخصيه لنادي الزمالك في بعض الفترات. ولكن لو معاه لعيبه اعتقد ان المستوى هيختلف تماما. فعايز اقول برضو للكابتن سيد عيد، انت عامل فرقه محترمه وانت مدرب محترم وعندك لعيبه كويسه كلها بتسمع الكلام وكلها بتنفذ اللي انت بتقوله، عشان كده انت مكمل ان من احسن الفرق السنه دي اللي كان مستواها ثابت في الدوري. انا خلصت كلامي، واخر كلمه بقولها الزمالك في خطر. لازم يبقى فيه صفقات جديده، وحد بقى يدير بجد، حد بقى يدير حته الصفقات دي ويكون عينه حلوه ويجيب 3-4 صفقات بالكتير بس، وبعد كده اعمل الحشو ده، هتبقى الفرقه زي الفل وهتنافس. غير كده ممكن نشوفكم في الدوري بتاع المحترفين. شكرا، واشوفكم ان شاء الله قريب باذن الله. السلام عليكم.